عملاء للموساد. ها نحن نعتقل باسم فلسطين، ها نحن نقتل باسم فلسطين، وها هو الحوثي يختبئ من الشعب اليمني خلف غزة وخلف فلسطين، يتنصل من مرتبات الناس عن طريق فلسطين، يلقي القبض وينكل بمن يشاء ويلبسهم تهمة العمالة مع الموساد، وكله باسم فلسطين، وفي الأخير لم تستفد فلسطين منه شيئا. للأسف الشديد هذا أمر يحزن وأمر جد خطير، لأننا وجدنا أن هناك من يمايز بين الدماء. إخواننا في بعض الدول العربية لا قداسة إلا الدم الفلسطيني، أما الدم اليمني فلا بواكي له. عموما فقط أنبه لكم شيء، أنه إلى الآن إسرائيل لم تستهدف جماعة الحوثي. إسرائيل تعاقب الشعب اليمني، ولا ندري على ماذا تعاقبنا أصلا. إن كان الحوثي هو من يقصفها وتريد أن توقف هذا القصف كما تقول، ولو أنه لا يصيب حتى حشرة داخل إسرائيل، فلماذا لا تستهدف إسرائيل معسكرات الحوثي ومنشآت الحوثي؟ لماذا لا تستهدف بيوتهم معروفة؟ لماذا لا تستهدف قياداتهم؟ لماذا لا تقطف روح عبد الملك الحوثي كما فعلت مع إسماعيل هنية، وكما فعلت مع حسن نصر الله، وكما فعلت مع قاسم سليماني؟ ما الذي يمنع؟ دليل على أن هناك أجندة خطيرة، والآن بدأنا نشك في أن تقمص الحوثي في الدفاع عن غزة وإيجاد المبرر وما هو إلا ترتيب لإقحام اليمن وتدمير هذا البلد، لأن الحوثي في الأخير لا يهمه مصير اليمن إطلاقا، هو في الأخير ولاؤه إيران. هي تهمه. لو سمحت يا أخي وقف ماش طول بالك يا ماش قفل. هذا الحوثي المأجور الإيراني الخميني هو تهمه طهران أكثر مما تهمه صنعاء، ويهمه روح الشيعي في سوريا أكثر ما يهمه روح المواطن اليمني. لا يبالي عبد الملك الحوثي إذا ذهبت اليمن إلى الجحيم، قصفتها إسرائيل، تخطفتها الطير، نزلت عليها طير أبابيل، لا يهمه أبدا، بل قد يكون هو المبرر لفعل هذا كله في اليمن عن طريق، وكله باسم هذه علبة المكياج التي يستخدمها وهي غزة. كلما كلمنا الحوثيين يقولون اسكتوا، نحن في حرب في غزة. يا أخي مرتباتنا الناس يموتون جوعا، قال نحن في حرب في غزة. يا أخي قصفك العشوائي البليد الذي لا يقتل حتى حشرة في غزة سيجلب الدمار لليمن، لم يسمع. الآن نهنئ إخواننا في فلسطين، ارتاحوا، ها هي اليمن تقصف. شكرا أخي أبو رافت، تحياتي. حياك الله أخي أسعد، حياك الله. وأنت كالعادة يعني تضعني في موقع أنني مجبر أن أعقب، وأنا في العادة أحترم كلام الضيوف ولا أعقب، لكن أنت يعني تجبرني على التعقيب، فبدك تتحمل يا صديقي. يعني أنا حاولت أني أفهم من كلامك ما هو دور الفلسطيني في دمار اليمن، فلم أجد إلا تجنيا من طرفك. لا تزعل من كلامي، صراحة ما في منطق بربط ضحية بشخص آخر. يعني أنا على سبيل المثال أنا انسجنت في يوم من الأيام بسبب اليمن يا صديقي. هل حملت أهل اليمن أني انسجنت؟ حصلت معي مشكلة مع المخابرات الأردنية بسبب اليمن، ما في داعي أفوت في تفاصيلها. هل يطلع لي ساعتها أني أقول والله أهل اليمن هم سبب هذه المظلمة؟ شو دخل أهل اليمن قاعدين في اليمن؟ نفس الشيء شو دخل أهل فلسطين قاعدين في فلسطين؟ قاعدين. عدم المؤاخذة، الحوثي استطاع أن يتسيد على صنعاء وأن يحتلها، يمكن كلمة ما أعرف، قبل ما يصير في لا طوفان الأقصى ولا غيره. الحرب الأهلية اليمنية في سياق منفصل كليا عن موضوع فلسطين وغيره. يعني القصة إنه الناس اللي عارضوا الحوثي لم يستطيعوا أن يحسموا الموقف. شو دخل الفلسطينيين؟ أنا يا أخي أسعد يعني زي ما قلت لك أكثر من مرة، أحترم خصوصيتك كيمني، ولا أستطيع أن أفرض رأيي على يمني، تماما كما لا أستطيع أن أفرض رأيي على سوري في مواجهة إيران أو غيرها، لا أستطيع. بس شو دخل الفلسطيني؟ يعني ألاحظ عليك يا صديقي أنك تتجنى على المقاومة الفلسطينية بشكل دائم، يعني لا تحطهم في هذا الموقف. يعني كل ما فعلوه أنهم وقفوا كلاميا مع محور المقاومة، لأنه
ما لقيوا حدا غير محور المقاومة يوقف معهم. بينما الآن يعني تحت الضرب وتحت القصف، وعندنا 43 ألف شهيد من منطقة لا يتجاوز عدد سكانها 2 مليون، 2 مليون وربع. ف يعني هذول ال3 مليون أو ال2 مليون وربع اللي استشهد منهم حوالي 44 ألف، يعني إذا بدنا نعملها نسبة وتناسب يعني عدد ضخم. صحيح إنه اليمن استشهد منها ناس كثير، صحيح، بس استشهدوا على فترة زمنية كبيرة على مدى حوالي 13 أو 14 عام. وأنا دائما أتكلم عن إنه إخوتنا في اليمن مأساتهم منسية. الآن هنا النقطة التي يجب أن يعني لا يتم الخلط فيها. لا أستطيع أن أزاود على يمني في موقفه من إيران، هذه قلتها أكثر من مرة، ولا في موقفه من الحوثي، ولا أستطيع أن أزاود على سوري في هذه النقطة. بس في المقابل ما قادر ألاقي شو دخل الفلسطيني، يعني فوق ما هو محتل ومضروب ومحاصر والكل متخلي عنه، وكمان بده يتحمل مسؤولية ما يقوم فيه سين وصاد وعين. يعني عدم المؤاخذة، التأييد اللفظي لا اللي تقدمه فصائل المقاومة للحوثي أو غيره مش هو اللي حسم المعركة. اللي حسم المعركة ميدان المعركة في اليمن نفسها. وكمان يا صديقي يا أسعد، المشكلة أن الفصائل اليمنية التي واجهت الحوثيين هي بدورها لم تكن على قدر طموحات أهل اليمن. يعني عيدروس والمجموعة هذه لم يكونوا آخر شيء سلموا سقطرى للإمارات. وأنا أعلم أنه أنت بريء من هؤلاء ومن هؤلاء، وأعلم أنه أنت بريء من آل سعود ومن الإمارات ومن غيرهم، أعلم، ما بزاود عليك في هذه النقطة. لكن يجب أن أسجل اعتراضي الشديد على أنه يتم تحميل الفلسطيني هذه النقطة. أنهيت كلامي، تفضل يا سيدي. شوف، أنت دخلت للتفاصيل الشأن اليمني، أنا لا دخل للفلسطيني في تفاصيلنا، من أسقط صنعاء، من قتل من احتل من. أنا لم أقحم الفلسطيني هنا. لكن إذا سألتك الآن لماذا تقصف صنعاء اليوم؟ تقصف صنعاء اليوم لأن الحوثي يدعي أنه يقف مع غزة. ومسألة الخذلان يا أخي، أنا لا أدري لماذا تستثنون إيران من الخذلان، رغم أنه لم يستطيع لا إيران ولا أذرعها أن يوقفوا ولا قطرة دم. يعني الكل سواء، الأنظمة العربية والنظام الإيراني على في نفس المربع، الكل عاجز عن إيقاف حمام الدم في غزة. فلماذا تصورون أن العرب كلهم خذلوا وإيران هذه التي الآن تخوض المعارك في خان يونس وفي دير البلح؟ إيران مثلهم خانعة عاجزة. ماذا تفعل منفرقعات عبد الملك الحوثي ولا حسن نصر الله؟ هل أوقفوا حربا في غزة؟ لم يوقفوا شيء يا أخي الكريم. أنا قلت لك اليوم لو أنني اليوم أعتقل في صنعاء بسبب فلسطين، اليوم إذا في غريم لعبد الملك الحوثي مناوئ له سياسيا يلبسه تهمة إسرائيل. لحظة دقيقة. بس أنا أقول لك الآن، أسف للمقاطعة، بس اقتراح تقبلوا مني؟ أقبله طبعا أقبله. اللي هم مش بسبب فلسطين، بسبب الادعاء بخصوص فلسطين. شوف، لأنه أنتم من بيضتم صفحة هذا القبيح المجرم الإرهابي الخميني عبد الملك الحوثي. أنا عندما أقول الفلسطينيون أنا أقصد أبو عبيدة وجماعته، أبو عبيدة والقيادات، أنا لا أقصد المواطن الفلسطيني، حتى لا يظن البعض أنني هنا أعمم. لا، أنتم من اعتبرتموه بطلا وهو قتلني، أنتم من اعتبرتموه مقاوما وهو الذي سجنني، أنتم من اعتبرتموه وبيضتم صفحته وهو واحد شيعي معفن مجرم قاتل يعمل ضمن النظام، ضمن المشروع الإيراني، ضمن المشروع الإيراني داخل البلاد. ألم تروا أنتم ماذا خلف التواجد الإيراني في سوريا؟ لماذا لا تتكلمون ما خلف الأكمة، ما تخفيه الأيام عن جرائم عبد الملك الحوثي التي لن تقل عن جرائم بشار؟ هل رأيتم صدنايا؟ هل رأيتم مخرجات صدنايا الشيعية؟ صدنايا المقاومة؟ صدنايا الممانعة؟ لدينا صدنايا في اليمن. إذا أسقطنا نحن اليمنيون هذا الإيراني الخميني عبد الملك الحوثي، أين ستذهبون بوجوهكم وأنتم كنتم تؤيدوه؟ إذا اكتشفنا أنه اغتصبت اليمنيات داخل سجون عبد الملك الحوثي،
أين ستذهبون؟ أين سيذهب أبو عبيدة من لعنات اليمنيين وهو يصف عبد الملك الحوثي بالبطل والمقاوم وإخوان الصدق؟ ألا يكفيكم الخجل الذي انتابكم أمام السوريون عندما اعتبرتم بشار مقاوم وممانع، عندما اعتبرتم حسن نصر اللات الهالك هذا بأنه من المقاومة الذي يقاوم معكم، فلما خرجت مخرجاتهم من صدنايا دسستم رؤوسكم في التراب. كل المقاومة الفلسطينية، كل قيادات المقاومة الفلسطينية دسوا رؤوسهم في التراب، إلا خالد مشعل ظهر بخجل وبوجل وبحياء يهنئ السوريين على سقوط المجرم سفاح الذي تعتبره القيادة الفلسطينية أنه كان ضمن هذا المحور. لماذا؟ لمصلحة من أن يلمع واحد مثل حسن نصر الله قتل السوريين؟ لمصلحة من أن يأتي قيادات فلسطينية وتلمع عبد الملك الحوثي الذي قتل اليمنيين؟ لأنه قصف صواريخ على غزة. ما نتائج هذه الصواريخ حتى تبيضوه؟ ما نتائجها؟ قولوا لنا ماذا تفعل هذه الصواريخ؟ الصواريخ لم توقف الجريمة في غزة، لكنها جلبت الدمار لليمن، وهذا كله بتبييض منكم. لماذا؟ لأن اليمنيون يحبون فلسطين قبل أن يولد عبد الملك الحوثي. اليمنيون يحبون فلسطين قبل أن يولد عبد الملك الحوثي. أنا كنت ضمن لجنة استقبال أحمد ياسين في جامعة صنعاء، أنا ونحن طلاب في جامعة صنعاء، أنا من استقبل أحمد ياسين، وأنا من هتفت باسمه، ونحن من شربنا ورضعنا الحليب في يعني حب فلسطين في الحليب. يأتي الآن قيادات فلسطينية تلمع قاتل اليمني. هذا سقوط يا أخي، سقوط يكفيهم خجلا وفضيحة ما حدث في سوريا. والله أن الخجل الذي انتابكم والعار الذي انتاب القيادات الفلسطينية من سقوط بشار وسقوط حزب الشيعة في سوريا سينتابكم في اليمن. سيأتي يوم وتخجلون منا نحن أهل اليمن. والله يا أبو عبيدة أنني سأذكرك وأنت تعتبرهم إخوان الصدق، وهم إخوان الغدر وإخوان الخيانة وإخوان القتل جماعة الحوثي، وتعتبرهم إخوان الصدق لمجرد أنهم أطلقوا يعني سوية صواريخ لا تسمن ولا تغني من جوع. والله يا أبو رأفت، أختم بهذا، لو كان تحرك الحوثي قد أفاد غزة ولو بأن تحقن قطرة دم واحدة، اسمع كلامي هذا، وعيه وعيا شديدا، والله لو أنني أعلم أن هذا الحوثي وقصفه وتحركه ضد إسرائيل سيفيد غزة ولو بأن يحقن روح واحد في غزة لكنت معه، لكنني أعلم أنه صفر، وما يفعله لا يفيد غزة في شيء، بل سيجلب الدمار لليمن. وعيب على القيادات الفلسطينية أن تلمع عبد الملك الحوثي. شوف، أنا قلت لليمنيين في تويتر الذين يشتكون أن الحوثي يختبئ خلف فلسطين في كل شيء، كلما حاكمناه على وضع يمني يقول أنا في غزة، أنا عندي غزة، يا أخي قتلتنا، يقول لك غزة. الآن هو يستطيع أن يعتقل من يشاء بتهمة أنه عميل للموساد. قلت لإخواني اليمنيين معركتنا الآن مع إخواننا في المقاومة الفلسطينية. نعم أنتم في محنة وأنتم تقتلون، وأنا والله العظيم أنني أقبل التراب الذي يخرج منكم، وأنتم في جهاد وأنتم في ثغر وأنتم في كل شيء، لكن مثلما أن لكم قضية اسمها فلسطين، لنا قضية اسمها يمن خاضعة تحت المشروع الإيراني القذر. لدينا مجرم لا يقل نتانة عن نتنياهو ولا يقل إجراما عن نتنياهو ولا عن بشار الأسد. فاحترموا دماءنا نحترم دماءكم، واحترموا قضيتنا نحترم قضيتكم، وإلا فالوجه من الوجه أبيض. يا سيدي اعذرني برضو كمان مرة، يعني أنا قلت لك قبل مرة أنا لا أقبل على منبري الحديث المذهبي، لذلك اعذرني أرفض حديثك عن الشيعة بالمطلق. يعني هذا ليس مجال نقاش بالنسبة لي، هاي مبادئ حياة أخي أسعد، أنا ما بناقش فيها موضوع. يا أبو رأفت هو يقتلني لأنني سني. يا أخي أسعد لماذا نغطي؟ لماذا نغالط؟ أخي أسعد لحظة أقول لك هذه الحوثي ما قاطعتك وأنا ما قاطعتك. نحن لسنا مذهبيين. المذهبي هو من لحظة، المذهبي هو من يقتلني تحت ثأرات حسين، هذا المذهبي. أنا سمعتك للنهاية يا أسعد، يا صديقي، يا حبيبي، يا أخي الكريم، أنا سمعتك للنهاية.
لا أستطيع أن أسكت عن خطاب مذهبي مهما كانت مبرراته. اعذرني، أنا يجب أن أرفض هذه النقطة، اعذرني، يعني ما بقدر أمرقها. يعني قبل مرة حكيت لك في حديث بيننا يا أخي أسعد، لك مطلق الحرية، بس يا أخي ما بقدر أمرق هاي النقطة، فاعذرني لا أستطيع أن أتغاضى عنها. النقطة الثانية، لم تجب حتى هذه اللحظة عن تساؤلي، شو دخل الفلسطيني بالحوثي؟ يعني اللي موقف الحوثي على رجليه في صنعاء هو ضعف من هم أمامه وليس الدعم الفلسطيني له. يعني بمعنى آخر يا أخي لا يلمعوه، لا يلمعوه فقط، لا تلمعوه. يا أخي أسعد، لا يا أخي أسعد، يعني يا أخي أنت يا رجل أبو رأفت، والله أن ردك بعيدا عن ما قلته أنا لم أقل أنهم يدعموا الحوثي أو يدعموا، لا تبيضوا صفحته فقط، لا تطلع تمدحه. أنت رجل ذكي ومحاور، تفتح نيرانك على أبو عبيدة، على أشرف الناس. أبو عبيدة أشرف الناس، السنوار أشرف الناس، المقاومة الفلسطينية أشرف الناس. أنا بالنسبة إلي أضع حذاءهم على رأسي، حذاء أبو عبيدة وحذاء السنوار أضع على رأسي، وأتشرف به إلى يوم القيامة، وأقابل وجه ربي وحذاء أبو عبيدة وحذاء السنوار على رأسي. لا أستطيع أن أفهم كيف أنت تهاجمهم فقط لأنهم لمعوا الحوثي. يا أخي وين الفصائل اليمنية الأخرى ما توقف الحوثي عند حده؟ شو دخل الفلسطيني؟ الفلسطيني قاعد ينضرب وينقصف وكذا وكذا وكذا. أنا بالنسبة إلي أنام وأصحى على أبو عبيدة وعلى السنوار وعلى قادة الفصائل وعلى المقاومة الفلسطينية. وللعلم يا أخي أسعد، للعلم والله أنني كنت من أوائل الناس اللي كانوا يتفرجوا على أرقام الشهداء في اليمن ويقارنوهم بأرقام الشهداء في سوريا، وهذا الدم غالي وهذا الدم غالي. لكن كان يسوءني من كل قلبي إنه كان يغض الطرف عن الدم اليمني، لأنه من يسفك السعودية والإمارات، وكان يعني يسلط الضوء على الدم السوري من قبل الإعلام العربي فقط لأنه في لهم موقف من إيران. ملعون أبو إيران، ملعون أبو إيران، ملعون أبو إيران. أقولها ثلاثة. أنا أخي أسعد قلت أكثر من مرة، لا يوجد عقد بيني وبين إيران، يوجد عقد بيني وبين المقاومة الفلسطينية. هذا عقد القلب بيني وبينهم، هذا العقد الموجود. إنما أنا أتفرج على الإعلام العربي، كان وقتها في لحظة من اللحظات كان عدد الشهداء في سوريا وكل دم غال، كل دم عربي غالي. كان عدد الشهداء في سوريا وقتها يمكن 12,000، كان عدد الشهداء في اليمن جاوز 20,000. يعني لماذا سكتوا عن هؤلاء؟ ولماذا يعني ضخموا هؤلاء؟ يعني هذا أنا معك. موضوع يا أخي أسعد، موضوع الدم اليمني والدم الفلسطيني والدم العراقي والدم السوري، لا يجوز تبرئة إيران 100%، لا يجوز تبرئة إيران. لكن شو ذنب الفلسطيني اللي قاعد ينضرب من كل ناحية؟ حاضر، شوف أولا أنا معك أن أبو عبيدة والقيادات الفلسطينية هم أشرف الناس، لكنني لن أضع أحديتهم على رأسي. أنت حر، أنت تضعهم، هذا شأنك. أنا أراهم أشرف الناس، أنا أراهم أشرف الناس وعلى ثغر، ويقدمون أكبر البطولات، لا أعيب فيهم ذلك أبدا. لكنهم في المقابل ليسوا أولئك المعصومون من الخطأ، وليسوا أولئك المقدسون. وأنا والله أنني أنتقدهم، وأنا أخجل أن أنتقدهم في مثل هكذا ظرف. لكن في الأخير يا أخي، عندما تأتي تقول ماذا فعل لك الفلسطينيين، أنتم الذين لم تستطيعوا أن تنهوا الحوثي. يا أخي أنا لم أتحدث فيك عن الشأن اليمني، ولم أقول حتى أن الفلسطينيين دعموا الحوثي. أنا أقول تبييض لصفحة واحد مجرم لمجرد أنه يتاجر باسم غزة ويرسل لكم صواريخ لا تقتل حتى حشرات في إسرائيل. لأنه في الأخير عندما أنت تستهين، أنت هنا بطريقة رضيت أم أبيت يا أخي أبو رأفت تستهين بالدم اليمني. ستقول لي كيف؟ أقول لك عندما أبو عبيدة يصف من أزهق دمي بالبطل، هنا الخطأ، هنا الذي نحن نشتكي منه. لماذا أنت لا تغار على دمي؟ هل يا أخي بالعقل والمنطق، أنت أردني، والله لو أن أحد قتل ابنك ثم جئنا ولمعنا قاتل ابنك لغضبت،
هذه هذه أمور لا أدري كيف وقع فيها إخواننا الفلسطينيين، لا أدري كيف يعني تورطوا بأن يؤيدوا قتلة، لا أدري كيف لشخص بحجم إسماعيل هنية، والله إني أحبه أكثر من نفسي، أن يصف قاسم سليماني بالشهيد، وهو الذي قتل 10 أضعاف ما قتلت إسرائيل في غزة في حلب. كيف يسقطون هذا السقطات؟ يا أخي في الأخير عبد الملك الحوثي هو أزهق دم يمني، أخي يعاونك، يحرر لك غزة، قصف لك شوية، يا أخي وجه له رسالة مبطنة أو اسكت يا أخي. لكن أنتم تعطونه شرعية لقتلي، لماذا؟ لأننا نحب فلسطين. اليوم الحوثي يعني ما يستطيع اليمني أن يتكلم حياء من فلسطين، لأن الحوثي رافع يافطة فلسطين بشكل كبير. افهمني في هذا أرجوك يا أخي الفزاع، هذه افهمها. أنا لا أقصد أن فلسطين دعموا الحوثي، ولا أقصد أنهم كانوا سببا في تحكم الحوثي على رقاب اليمنيين، ولا أقول أنهم حتى راضيين أن هناك حوثي من يتبع المشروع الإيراني يحكم اليمن. أنا لم أقل ذلك أبدا، حتى ما تدخلش أنت في مداخلتك وتذهب بعيد عما أنا أردت. أنا ما أخذه على الفلسطينيين والقيادات الفلسطينية هو تبييض صفحة واحد مجرم قتل اليمنيين ويعتبرونه بطلا لمجرد أنه أطلق صاروخا أو صاروخين لم يفيدا ولم يحقنا دم غزاوي واحد. هذا النقطة ركز عليها وامسك عليها. وكما قلت لك، كما تورطوا في غزة في سوريا، يا أخي ألا يخجلون؟ أخي أبو رأفت، حسن نصر الله وبشار الأسد كان السوريون يلمعونهم كما يلمعون عبد الملك الحوثي اليوم. بالله عليك ألا يخجلون أمام السوريين اليوم؟ طيب استفيدوا من درس سوريا يا أخي، استفيد من درس سوريا، والله درس سوريا يكفي أبو عبيدة وخالد مشعل وجميع قيادات المقاومة. استفيدوا حتى لا تحرجوا أمامنا نحن اليمنيين، لأن عبد الملك الحوثي شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والله لا أشك لحظة أن اليمنيون سيحيلون عبد الملك الحوثي إلى مزبلة التاريخ وسيبعدونه وسنقتص منه. يا رجل هذا هدم البيوت على ساكنيها، يا رجل هذا هدم المساجد، يا رجل هذا بيقتلنا بالهوية الذي أنت لا تحب شيعي وسني. من الذي يرفع يا لثأرات جدتي؟ هو الذي متربي على الثأر، هو الذي متغذي ومتربي وعقيدته كلها ثأر وقتل. وممن ليس من يهودي ولا من نصراني، مني أنا. ثم لما نقول لكم يا جماعة الشيعة يقتلوننا، يقول لك أنا لا أريد النفس الطائفي. ولماذا قتل الناس أصلا؟ لماذا قتل الناس؟ لماذا قتلنا نحن في اليمن؟ ما كان يقتلني لأنني أسعد الشرعي، لأنني لست شيعيا. وفي سوريا نفس الشيء. إلى متى ستظلوا تخافوا أن توصفوا الحالة بأن الطائفي هو الإيراني، والطائفي هو حسن نصر الله، والطائفي هو عبد الملك الحوثي الذي قتلوا الناس بالهوية؟ أما نحن يا أبو رأفت، وهذه فائدة لك وسجلها عندك، الشيعة عاشوا معنا ونحن نحكم اليمن، والله ما آذاهم بشر، والله ما آذاهم بشر. عاشوا معنا من تاريخ 1962 والبلاد يحكمها الجمهوريون وأهل السنة، ما واحد قال لهم شيء، وكنا نصلي في نفس المساجد وكنا نعبد الله في نفس المساجد، ولم يكن هناك مسجدا حوثيا ومسجدا سنيا ومسجدا شافعيا، ولم يؤذى منهم واحد. لكن هم عندما تأمروا وأصبح لهم الأمر قتلونا بالهوية. قتلني لأنني ناصبي كما يقول، من بني أمية يزيدي. هذه شعاراتهم الذي أنت تريد أن تخبي عليها. قال لك أنا لا أحب النفس الطائفي. لعنة الله على الطائفيين. ما الذي يذهب بالإيراني حتى يقاتل في سوريا؟ ما هي قضية أبو في سوريا؟ ما هي قضية اللبناني حسن نصر الله في سوريا حتى يذهب يقتل السوريين؟ ما هي قضيته إذا لم تكن طائفية؟ وشعاراتهم الطائفية ترفع. يا لثأرات الحسين، والزينب لن تسبى مرتين، من سبى زينب ومن قتل الحسين غيركم؟ من فعل هذا الكلام كله؟ فلما نأتي نفند تقولون أنت طائفي. شكرا لك، أنا سأنصرف أبو رأفت. حياك الله. انتظرني، في عندي سؤال أخوي أسعد. يعني أول إشي لازم أعقب مرة ثانية، أنا لا أرى نهائيا الصراع مذهبي ولا أنخرط فيه ولا أستطيع الخوض فيه. طبعا هذا لا ينفي أنه في ناس بيفكروا بهاي الطريقة ويرتكبوا جرائم بهاي الطريقة بالتأكيد، سواء كانوا شيعة أو سواء كانوا سنة.
تعقيب سريع بس على تدخل حزب الله وتدخل الشهيد حسن نصر الله، بالنسبة لي شهيد. تعقيب سريع، ليش تدخل؟ الله يحشرك مع حسن نصر الله، قل آمين. آمين يا رب، آمين. الله يحشرني معه. والله في رقبته دماء السوريين، ادخل مع جهنم. بس في عندي سؤال لك أبو الصديق يا أخي أسعد، عندك سؤال بس خليني أعقب على هاي النقطة سريعا. النقطة اللي هي إنه حسن نصر الله كان يدافع عن خط إمداده العسكري، نقطة وسطر جديد، ما الموضوع ما له علاقة بالمذهبية. لكن اعذرني، أريد أن أسألك سؤال استعلامي وليس اتهامي ولا شيء، استعلامي لأنك أعلم مني وأشهد أنك أعلم مني. هل هناك شبهات دعم للحوثي أو على الأقل غض طرف من قبل؟ ما أسمعك والله، سؤال استعلامي. نعم السعودية متورطة، والسعودية اليوم علاقتها بالإيرانيين طيبة، والحوثي موجود في صنعاء بإرادة سعودية إماراتية. نعم، وهذا أيضا حتى باتفاق إيراني. وفوق هؤلاء كلهم هم الأمريكان، أصلا لم يكن ينقذ الحوثيين منا إلا الأمريكان. السفير الأمريكي هو الذي كان يتدخل كلما أصبحت صنعاء في مرمى الجيش الوطني. الأمريكان قاتلوا مع الحوثيين، الحوثي قاتل تحت غطاء الطائرات الأمريكية في بلدتي أنا، في منطقتي أنا، القاعدة، وقاتلوا معا الحوثي مع بتنسيق مع الطائرات الأمريكية. الحوثي والدين الخميني بأكمله موجود في العراق وفي سوريا وفي اليمن بإرادة أمريكية. أنت مفكر أنهم يعني استعصى عليهم عبد الملك الحوثي؟ جماعة أسقطوا طائرة الرئيس الإيراني وقتلوا إسماعيل هنية وقطفوا إسماعيل حسن نصر الله واللي يلي وقتلوا، بيصعب عليهم هذا البليد الأحمق المطاع عبد الملك الحوثي. يعني فكر، أنا لا أبرئ أحد. سعودية مدانة، سعودية قتلتنا، سعودية دمرتنا، سعودية حليف خائن، خليف مجرم، لا نقول في ذلك شيء. نحن ننتقد الكل. عندما يصل الأمر إلى بلدنا ووطننا ودماؤنا نقول للسعودي والإماراتي والجن والفلسطيني وأبو عبيدة حتى، رغم تقديرنا واحترامنا. وأنا من المحبين لقيادات المقاومة، والله أن أمي رضعتني هذا في الحليب ولا يزايد علي أحد. لكن السقوط المدوي لقيادات حماس في تلميع الشيعة وهؤلاء الإرهابيين، قاسم سليماني شهيد، قاسم سليماني شهيد. انتم مجانين، انتم. لم يقتل يهوديا واحدا وقتل مئات الآلاف من السوريين، لم يقتل حتى ذبابة فلسطينية، عفوا إسرائيلية. أنت حر يا أبو يعني يحشرك معه، الله يستر علينا وعليك يوم القيامة. أشكرك على هذه الدعوة يا رب. والله أنت يا أخي أنت ورطت نفسك. هو يقول لك عندنا لا تربط حمارك جنب حمار المنحوس ينحسك من نحسة، وأنت تربط نفسك بهذا المجرم، بهذا القاتل الإرهابي حسن نصر الله. والله أنك مسخوط يا رجل. الله يعينك. أنا بتفرج عليك وأنا في الجنة وأنت وهو في النار. أقول لك أبو رافت. تحياتي لك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. يا أسعد سمعتك سحبت الهاند بريك كأنك سايق السيارة. والله أن أنا في العمل وأكلمك وأنا في العمل، لكن أنا كنت في لايف في شأن السوري، فجأة جاءني الخبر أنهم قصفوا صنعاء، والله وكان أهلي مسافرين بكرة. شوف سبحان الله، رايحين صنعاء. الله يطمن بالك. أقسم لك بالله الآن 3000 جنيه استرليني راحت مني قيمة التذاكر، لن أسمح لهم يسافروا. يا أخي جلب لنا الدمار ابن المنحوس هذا عبد الملك الحوثي، جلب لنا البلاوي، هو الذي جلب السعودية الآن، وهو الذي جلب الإمارات، والآن بيجلبنا الأمريكان والروس والصين، وكأن دوره أن يوجد المبرر يا أخي لدخول الناس إلى المياه الإقليمية. والمن الذي دخل؟ كيف سقطت سقطرى؟ كيف؟ بسبب المبرر الحوثي. سقطرى اليوم محتلة من شخابيط الوالدين من الإمارات، محتلة. والسعودية اليوم تحتل مطارات وتحتل موانئ داخل عمان، داخل الحدود العمانية اليمنية. من أتى بهؤلاء؟ دخلوا تحت المبرر الحوثي. والآن الإسرائيليين يقول لك بيفتحوا الآن قاعدة في أثيوبيا لصد الحوثي، وهو أبسط مما تتصور. ما يستاهل لا أمريكان ولا يا رجل. جيبوا لنا 50,000 أقسم لكم بالله، أزين 50 مليون دولار أزين لكم الحوثي هذا، أشيله وأشيل أبوه. هو شجرة خبيثة في اليمن، ما له أي قرار، لكنه يستغل فقر الناس ويستغل القضية الفلسطينية، استثمرها استثمار يا أبو رأفت، استثمرها استثمار، بيض كل جرائمه بالمنشفة الفلسطينية.
والله أنه منبوذ لا يحبه أحد في اليمن، لكن عندما ركب هذا الموجة وقصفنا البحر وقصفنا، وفي المحصلة يا أبو رأفت، وهذه أختم بها وأكررها وليسمعني الفلسطينيين الذين غاضبين من كلامي، والله وبالله وتالله لو أنني أعلم ولو واحد من جزء من 1% أن تحركات الحوثي هذه باتجاه غزة ستفيد ولو بجزء من 1%، لأيدته ولا تحملنا القصف أن نقصف. لكن أن يرتكب هذه الصواريخ ولا يفعل شيء لغزة، لا يوقف الدمار على غزة ويجلب الدمار لليمن، فنحن أمام مصيبتين. كان جرح نازف اسمه غزة، الآن سيفتح للمسلمين وللعرب جرح نازف مو صنعاء، وتعالوا ابكوا علينا مثل ما كنتوا تبكوا على غزة. وإيش السبب؟ حماقات الأحمق المطاع هذا. لا حول. والله يا أخي أنا قاعد أحرق دمي حرق عشان تفهموا المقصد، ما أدري فهمتوا ولا أنتوا أدرى. الله لا يقدر، الله لا يقدر، الله يحمي اليمن. يعني احنا ندعو الله نقول يا رب، ندعو الله نقول يا رب اخي اسعد. الله لا يقدر. الله يحفظك. سامحني انا رفعت صوتي شويه، ولكن والله انه من قهري يا اخي ومن وجع. الله لا يقدر، الله لا يقدر يحمي اهلك ويطمنك عليهم ويردهم لك سالمين غانمين ان شاء الله. تحيه لك يا ابو رأفت، انا احييك. سامحني اذا انا رفعت صوتي او شيء من هذا القبيل، اعتذر منك. وانت اخي، وانا انا اسالك يعني